السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة نانو كروشيه. النهاردة ان شاء الله هنكمل باقي الجاكيت ده. بدأناه الفيديو اللي فات الجزء الاول، وده الجزء التاني. عملنا في الجزء الاول الجاكيت نفسه، بس التطريز ده لا، التطريز ده ان شاء الله هنعمله النهاردة. بس انا محبتش ان كله يبقى في جزء واحد لانه هيكون طويل جدا. فالنهاردة ان شاء الله هنعرف ازاي نعمل الفرع ده بتاع الوردة، والوردة نفسها كمان الجزء اللي من جوه والجزء اللي من بره، وكمان ورق الشجر. هنبدأ دلوقتي نعمله مع بعض. بس قبل ما نبتدي الفيديو متنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي رمز الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا قربت الصورة عشان نشوفه كده بوضوح اكتر. شايفين الجزء ده اللي هو الحدة دي اللي عاملينها من قدام دي اهي. طبعا ماشيين الاول بالورد كده، بنقيس بالظبط، بنشوف المقاس اللي احنا بدأنا منه، بنحددها بقى بأي حاجة، صابونة مثلا او خيط او اي حاجة بتحددي بيها. وبنيجي كده وبندي ايه اللي هو بنتني شوية كده، بنخليها كيرف شوية من هنا. مش لازم يكون الشكل اللي هنا هو اللي هنا بالظبط، لا عادي، هي رسمة عشوائية. ايوه، هتنزلي بعد كده بالطول اهو لغاية ما نوصل لتحت. كلها نفس الطريقة، نفس طريقة الفرع، نفس طريقة الوردة، نفس طريقة الورقة. هنعملها في الجزء اللي من تحت ده اهو. شايفين هنا هكمل باقي الشكل ده، فهوريكم ازاي تعملوا الفرع والورق والوردة. انا معايا اهو الخيط، بدخله من تحت. دي ابرة بتدخل اي نوع خيط او اي خيط تخين يعني، فبنجيبها عشان تدخل الخيط بتاعنا اللي احنا عايزين نشتغل بيه ده. ندخله بالشكل ده على فتلتين اهو. وهبدأ اشوف انا عايزة ادخل منين. انا عايزة اشوف كده، هعد المسافة اللي انا عايزاها. واحد، انا هدخل هنا. طبعا مش لازم تعملي زيي بالظبط، تعملي المقاس اللي انت عايزاه. وطبعا مقاس دي غير اللي فوق، كل واحدة بمقاسها. هعمل كده، هشوف انا عايزة ادخل فين، فليكن هنا مثلا اهو. انا عاملاه صغير، حتى لو هتعمليه طويل نفس الطريقة بالظبط. وبتسحبي الخيط كده، ده كده شكلها. دلوقتي طبعا مش هينفع نسيبها كده، هنطلع كده جنب الغرزة اللي احنا طلعنا منها، اللي هي دي اهو. هنا كده اهو جنبها على طول، وطلع الخيط بالشكل ده. وهدخل تحت الخط اللي احنا عملناه كده اهو، تحت الخط كده، واعمل كده بالشكل ده اهو. وهدخل فين؟ هدخل بقى هنا، واسحب الخيط بتاعي ده اهو شكلها. بعد كده هطلع مثلا من هنا اهو، واسحب الخيط وادخل هنا. واحنا بس عايزين نديله شكل اللفة دي شوية. معلش، لا، احنا الاول نسينا نعمل اللفة دي اللي احنا بنعملها اهي يا جماعة. انا بس غلطت ودخلت تاني، لكن لا، احنا الاول بندخل بالشكل ده. كمان انا مش متأكدة هي كانت واضحة في الكاميرا ولا لا، فبنعيدها اهو تاني اهي الشكل ده، وندخل هنا بس كده. اسهل حاجة فيها هي الفرع ده، سهل جدا، وبيديني الشكل اللي انا عايزاه اهو. هتكملي بقى مقاسات مختلفة زي ما انت عايزة. الخطوة اللي جاية هعمل ورق الشجر. دلوقتي انا هعمل ورقة الشجر. هطلع من هنا من اي مكان بقى، يعني هو ورق الشجر بيكون عشوائي في الوردة او في الشجرة، فاحنا مش لازم ان احنا نعملها نفس الشكل اهو. طلعت الخيط. بصوا، هي ليها طريقتين، هنعمل هنا بطريقة وهنا بطريقة، يعني اللي حابب ان هو يستخدم اي طريقة فيهم. بعد كده هدخل كده بالشكل ده. هدخل تاني هنا في نفس المكان اللي انا بدأت منه ده، او جنبه مش مهم. هدخل هنا
كده عملت زي حرف في اهو. هطلع بقى في النص هنا بس فوق شوية بالشكل ده، وهعمل نفس الطريقة ان انا ادخل كده اهي، وهنا تاني هطلع من هنا بالشكل ده. بعدها بقى ايه، هدخل تاني هنا بس هنزل لتحت شوية كده عشان ايه اهو، وهطلع في النص كده. شوفوا ادتني شكل ورقة شجر. ممكن كمان لو ايه حسها بقى ايه فاضية شوية او كده، عادي تديها واحدة تاني، يعني حسب الخيط اللي انتي ماسكاه بقى، رفيع تخين. انا غيرت اللون على فكرة عشان ايه يعني يكون مختلف عن لون الفرع يعني وكده. هدي واحدة كمان هنا. بصوا هو انا ايه، انا صراحة ماليش في التطريز قوي، بس يعني بحاول ان انا اطلع شكل يكون انا راضية عنه، ويكون شكله حلو اهو، ويكون يعني ايه قريب لورقة الشجر اهي. وفي طريقة تانية هنعملها الناحية التانية اهي، دي متهيألي اسهل شوية. بصوا بقى انا هدخل ايه هنا، مش من اول، خليها كده مثلا وانا بعيدة شوية عن الفرع بالشكل ده. هسحب الخيط كده، ادخله من الناحية التانية كده، ادخل من جنبها هنا كده بس تحت شوية، وانزل كده. يعني هي بنفس الطريقة او يعني شبهها بس بالعكس، بدأ من فوق بدل ما انا بدأ من تحت. مش عارفة بقى، شوفي انت الطريقة اللي انت عايزاها ايه، او يعني اللي انت ارتحت لها اكتر. وعلى فكرة لو تلاحظوا انا مش كل ورق الشجر زي بعضه بالظبط، يعني مهم ان هي تديني شكل ورقة شجر كويس. دي شدت بس شوية كده، نرخيها كده، وهديها كمان ايه واحدة في النص تاني عشان تداري اللون البامبا ده. اهي بس كده، ده شكلها اهو. دي منفوشة شوية، ممكن تعمليها زي دي بتكون رفيعة جدا، ان انت ايه بتعمليها بس كده اتنين اهو. بس دي ايه هي تخنت مني بس شوية، بقت عريضة، مش مشكلة، المهم ان هي ايه ورقة شجر شكلها حلو. هنثبت الخيط من ورا، بداية الخيط اهو بربطه كده مع نهاية الخيط كده. هنيجي دلوقتي للوردة اهي. الوردة دي بنبدأ باللون الاصفر، نيجي كده ايه في النص اهو، واسحب الخيط، وهعمل كده خط جنبها كده واحد، بدخل تاني في اول غرزة طلعت منها بالشكل ده، واعمل خط تاني جنبه كده اتنين خطين، بطلع تاني في النص، ده مركز الوردة، اتنين تلاتة، كمان هطلع تاني أربعة، واخر مرة اللي هي خمسة. ممكن تبدأي بأي عدد انت عايزاه، بس لازم يكون عدد فردي، يعني تلاتة خمسة سبعة كده يعني. كده كونت خمس يعني ايه شروط او كده،
دول اساس الوردة. هطلع بعد كده من النص اهو تاني اهو، وهعمل ايه، هدخل تحت اول خط عملته بالشكل ده اهو، والخط اللي بعده مش هدخل تحته، لا هسيبه، هبقى فوقيه، وهدخل في الخط اللي بعده هدخل تحته بالشكل ده. مش انا اسفة، دخلت كده في اللي بعده، اللي بعده ده هسيبه وهدخل في اللي بعده. بعد كده ايه هيتكون معايا ايه، دوامة اهو، مفيش نهاية بقى وكده. اللي بعده انا دخلت تحت ده، فده هسيبه هدخل في اللي بعده. لو تلاحظوا ده اول واحد، اللي هو اول واحد من الخمسة دخلنا تحته، لكن هنا هنسيبه. فايه عشان كده بقول لكم عدد فردي. لو كان زوجي كنا في اللي بندخل تحته هندخل تحته على طول، وهنسيب ده كده وندخل في اللي بعده بالشكل ده، ونسيب ده وندخل في اللي بعده. ونسيب ده وندخل في اللي بعده. معلش لا هو ده اهو، ونسيب ده وندخل في اللي بعده. تفضلي ماشية دوامة كده بنفس الطريقة دي، بتسيبي واحدة بتعدي فوقيها والتانية بتدخلي تحتها لغاية ما تخلصي المقاس المناسب اللي انت عايزاه. اهي كده خلصنا. وهدخل الخيط كده لجوه. على فكرة دي تنفع وردة لوحدها، بس مثلا لو كانت كبيرة شوية، بس احنا عايزين نعمل الشكل ده. فده كده الوردة من جوه. وهايه هديها كده غرزة تثبيت، ونبقى نقص الخيط وننضفه. عموما هو احنا عشان طبعا ما ينفعش منظر الخيوط كده، مش هينفع طبعا، شكله وحش جدا، فهنحط له حاجة كده يعني زي الفازلين او كده، مش عارفة اسمها بالظبط، هنحطها عليه عشان تداريه، زي اللي بتيجي في الهدوم الجاهزة اللي هي الطبقة البيضة دي اللي بتكون من جوه، هنحطها. بس كده خلصنا اللون الاصفر، هندخل على اللون الابيض. جبت الخيط الابيض اهو، هعمله على فتلة واحدة كده، كده هو تخين اصلا. هدخل كده ايه في اخر الوردة كده اهو، نطلع عشان نبدأ نعمل البتلات بتاعة الوردة بالشكل ده. وهحدد طول البتلة اللي انا عايزاها، فليكن كده مثلا اهو، ومش بشد ايدي قوي عشان تطلع مظبوطة. هدخل تاني كده بس جنب البداية اللي انا بدأتها، مش في نفس الغرزة، جنبها على طول، وهطلع الخيط بالشكل ده. وهبدأ انزل تدريجيا اهو جنبها، بس يعني انزل شوية بحس ان هو يديني شكل اللي هو عامل زي المثلث ده كده بتاع الورد. لو اتشدت مني برخيها شوية اهو بالشكل ده. هدي واحدة كده في النص عشان تملى الفراغ ده بالشكل ده، هديها لها هنا اهو. بعد كده هدي واحدة صغيرة خالص جنبهم هنا اهو. اهي من الناحية التانية بنفس الطريقة، بنزل تدريجيا، بقلل شوية كده المسافة بتاعة الخيط وانزل تدريجيا اهو بالشكل ده. كمان هقل شوية. على فكرة مش لازم كل البتلات يكونوا نفس عدد يعني ايه الخيط او كده، فاهميني؟ يعني المهم ان هي، عشان اسفة، المهم ان هي تدينا نفس الحجم او نفس النتيجة اللي احنا عايزينها. بس كده. وادي اول بتلة من الوردة. هكمل البتلة اللي بعدها بنفس الطريقة، بدخل كده ايه
بحدد البتلة بتاعتي، وبحدد الطول بتاعها، فليكن هنا اهو الشكل ده. هفضل ماشية بنفس الطريقة، بس انا همسكها كده واصغر شوية. اهو، وهفضل كمان هعمل واحدة كمان تاني تكون اصغر واحدة. اهو، وهدي كمان الناحية التانية. بنفس الطريقة كده هفضل ماشية لغاية ما تديني شكل انا راضية عنه، يعني حاسة ايه ان هو الشكل ده خلاص كده كويس. اهو بالشكل ده كده. تاني بتلة معانا خلص اهو. بس عشان ما تزهقوش هتعملي كمان باقي البتلات اللي انت عايزاها بنفس الطريقه بالظبط، ان انت بتعملي خط في النص يحدد لك طول البتله، وبعد كده بتصغري من الجنبين.